حالة من الذهول والصدمة والغضب تسود هوليود بعد اعتراف المخرج الإيطالي برناردو برتولوتشي أن مشهد الاغتصاب في فيلم لاست تانجو إن باريس في عام 1972 كان حقيقي وتم بدون علم الممثلة ماريا شنايدر التي كانت تبلغ حينها 19 سنة وشاركت في الفيلم إلى جانب الممثل مارلون براندو 48 سنة حينها. وقالت شنايدر مصرحة لصحيفة الديلي ميل إنها شعرت بأنه تم اغتصابها من جانب برتولوتشي وبراندو لأنها أجبرت على أن تكون جزء من مشهد في الفيلم بدون علمها المسبق. واعترف المخرج الإيطالي بذلك، ولكنها خرجت إلى العلن أخيرا أنه اتفق مع الممثل مع براندو على تصوير المشهد دون إعلام شنايدر بأمر الاغتصاب حتى يظهر المشهد حقيقي. وقال: أردت أن أرى شنايدر الفتاة وليست الممثلة. وتابع: أردت أن أرى شعورها بالإذلال وأسمعها تصرخ لا لا، وأعتقد إنها بتكرهني وبتكره براندو لأننا لم نخبرها، وأنا لا أزال أشعر بالذنب جراء ذلك ولكنني غير نادم. على مدار تاريخ الفن دائما ما كان هناك نوع من الفنانين بيسعون وراء الكمال. أحيانا يكون هذا السعي مصدر لتفجير إبداعاتهم، وأحيانا أخرى بيقودهم هذا الولع إلى حتفهم المعنوي. المخرج الإيطالي برناردو بورتولوتشي أحد هؤلاء الساعين وراء الكمال، والذي أوقعه سعيه في جدال كبير حول تعديه على جسد إحدى الممثلات من أجل الفوز بمشهد حقيقي بيتعدى حدود التمثيل. مؤخرا عاد الحديث مرة أخرى عن المخرج الإيطالي الشهير وعن أزمة مشهد الاغتصاب الشهير في فيلمه لاست تانجو إن باريس اللي أنتج عام 1972. الفيلم مرشح لجائزة أوسكار عن فئتي أفضل ممثل في دور رئيسي لمارلون براندو وأفضل مخرج لبرناردو برتولوتشي. في حديث معه نشر عام 2013 اعترف فيه انه اتفق هو ومارلون براندو على طريقة تنفيذ مشهد الاغتصاب، واللي استخدم فيه براندو عصا مغطى بالزبدة من اجل اضفاء المزيد من الواقعية بدون علم الممثلة ماريا شنايدر اللي أدت دور المغتصبة. ذكر برتولوتشي انه اتفق مع براندو على اخفاء الامر عن ماريا لانه على حد قوله اراد رد فعلها كفتاة لا ممثلة، واضاف انه لم يلتقي بماريا بعد الانتهاء من تصوير الفيلم لانها كرهته، وبرر تنفيذه لهذا المشهد بقوله: لم ارد لماريا ان تمثل الذل والاهانة والانزعاج، اردت لماريا ان تشعر لا تمثل المهانة والذل والانزعاج. وأضاف أنه يشعر بالذنب لعدم إخبار ماريا بالمشهد ولكنه غير نادم على قرار تصويره بهذا الشكل إطلاقا. كان حوار برتولوتشي عن هذه الواقعة في عام 2013 ومر الحوار بسلام ولم يأخذ الدقة الكافية لعدة أسباب. أولها مكانة المخرج التاريخية، حيث يعتبر برتولوتشي أحد المخرجين المرموقين واللي حصل على العديد من الجوائز الهامة وعلى رأسها الأوسكار. ثانيا إن الفيلم بيعتبر عمل متكامل ذا قيمة فنية حقيقية. أسباب الغضب المفاجئ وإعادة فتح هذه القضية مرة أخرى، حيث نشر مقالا عنه بعنوان لماذا أعيد تفجير الدقة حول مشهد الاغتصاب في فيلم التانجو الأخير في باريس. جاء في هذا التقرير أنه على الرغم من ذكر هذه التصريحات سابقا إلا أنها لم تتسبب في هذا المستوى من الغضب مثل الذي وصل إليه الآن. أدت إعادة نشر مقطع برتولوتشي في الصحيفة الأسبانية إلى ردود فعل عنيفة. قامت العديد من الصحف بإعادة نشر الموضوع بعناوين مدينة للمخرج مثل برتولوتشي بيعترف أنه تآمر لتصوير مشهد الاغتصاب بدون موافقة ماريا. وفي هوليود عبر بعض صناع السينما عن غضبهم في تغريدات على موقع تويتر، حيث قالت المنتجة والمخرجة أفا دوفراناي: غير مبرر، كمخرجة بالكاد أستطيع أن أفهم، ولكن كامرأة أشعر بالرعب والانزعاج، أنا غاضبة من ذلك. وعبر الممثل كريس إيفانس عن غضبه قائلا: رائع،
لن أستطيع النظر للفيلم أو برتولوتشي أو براندو كما كنت أنظر لهم في السابق. هذا أكثر من مثير للإزعاج. أنا حقا غاضب. لم يتحمل برتولوتشي كل هذه الضغوط، فأصدر بيان باللغة الإيطالية وضح فيه الأمر قائلا: أود للمرة الأخيرة توضيح سوء الفهم السخيف واللي بيستمر في التفجير في التقارير الصحفية منذ سنوات عديدة. طلب مني سينمائي فرنسي بعض التفاصيل عن مشهد الزبدة. كنت محدد ولكن ربما لم أوضح بشكل جيد. أنا وبراندو لم نبلغ ماريا باستخدام الزبدة. أردنا منها رد فعل تلقائي ففعلنا شيء غير سليم، وهذا هو ما سبب سوء الفهم. أضاف: بعض الأشخاص بيعتقدون ويفكرون أن ماريا لم تكن على علم بالعنف في المشهد. هذا غير صحيح. ماريا تعرف كل شيء لأنها قرأت النص، والذي كان موضحا لكل شيء باستثناء تفصيلة الزبدة. وهذا ما علمت بعد سنوات عديدة أنه أساء لماريا وليس العنف الذي في المشهد. وملخص الفيلم بيدور عن امرأة باريسية شابة تلتقي رجلا أمريكيا غامضا في شقتها التي تنوي السكن فيها. بتقوم علاقة بينهم على أساس الجنس وحده بلا أي اعتبارات أخرى، حيث العلاقة الجسدية هي الأساس. بيلقي الفيلم الضوء على حياة كل منهم، حيث الآخر هو رجل أعمال توفيت زوجته بينما هي تحاول إقامة علاقة رومانسية مع أحد الشباب الآخرين. يذكر أن الممثلة ماريا شنايدر كانت قد تحدثت عن هذا المشهد في حوار أجرى معها في صحيفة الديلي ميل عام 2007. قالت فيه: شعرت بحزن شديد لأنني كنت أعامل كمؤدية جنس. أردت أن يتم الاعتراف بي كممثلة، ولكن الفضيحة الكبيرة اللي حدثت في الفيلم حولتني لمجنونة وسببت لي الانهيار. وأضافت: لأكون صادقة، شعرت بأنني ذليلة. شعرت كأنني اغتصبت نوعا ما من براندو وبرتولوتشي على حد سواء. بعد المشهد لم يواسني براندو أو يعتذر لي. لحسن الحظ صور المشهد مرة واحدة. لعل هذه القصة التي أصبحت حديث الأوساط الفنية في الغرب تطرح قضية حدود المخرج في تعامله مع الفنانين وأجسادهم. وهل يجوز أن يستغل المخرج أجساد الممثلات، أو وضع طاقم العمل تحت ضغط نفسي وعصبي قد يؤثر عليهم بقية حياتهم من أجل سعيه للكمال؟ أعزائي متابعي القناة، أتمنى منكم مساندتنا في كل ما نقدمه لكم والدعم منكم فيما نطرحه من موضوعات فنية. فلو اللي بنقدمه لكم بيحظى بإعجابكم فنتمنى تلقى الردود في التعليقات بمنتدى القناة وإبداء رأيكم، سواء عايزين أكمل المشوار ونستمر في تقديم هذه النوعية، ولا إيه اللي انتوا حابينه أعرضه ليكم. وأنا تحت أمركم، بس أحس إنكم معايا مش سايبيني أقدم المحتوى ومش لاقي تفاعل ملحوظ يخليني أستمر. أتمنى تفاعلكم بشكل ملحوظ على كل ما نقدمه لكم في القناة من فيديوهات، سواء القديمة منها أو الجديدة. بتمنى ألاقي منكم تشجيع وهو الاشتراك بالقناة وبالإعجاب على الفيديوهات، وده بيعرفنا مدى تحمسكم في اللي بنقدمه ليكم.